النهارده الفيديو من المطبخ. حبيت كده تجربه جديده اتكلم معاكم في نفس الوقت. بنعمل برضه تجربه جديده كده. مش عارفه اقول العنوان الاول، هقول ايه النهارده ولا اقول ايه التجربه اللي عاملها معاكم؟ ما علينا. خلينا نقول بما اننا في المطبخ الاول التجربه. طق في دماغي ان انا عايزه اعمل مشروب بالتمر، بس بالكاكاو، هوت شوكليت بالتمر. صحي اكيد طبعا، يعني انا مش اول واحده اخترع الحاجه دي، وانا اكيد شفت وصفه زي كده. بس انا الوصفات اغلب اللي انا شفتها كانت بالتمر. بس مش فاكره الصراحه اذا كنت شفت شيف معينه عملت الوصفه دي تحديدا ولا لا. ففي الفيديو ده انا هعمل التجربه دي معاكم، وعايزه الصراحه اجرب الطعم يبقى عامل ازاي. وفي نفس الوقت هنتكلم. طب هنتكلم في ايه؟ عن لو حاسه ان انت تايهه مثلا، حاسه انك مش عارفه طريقك لسه، الحاجات دي كلها زي ما تقولوا فضفاضه كده من القلب. فالفيديو هيكون كده وكده. طيب انا قبل بس مش عارفه، انا اصلا حابه التجربه، يعني انا عايزه اخد التجربه الاول قبل ما اتكلم في الموضوع. وانا اخترت اتكلم في الموضوع، احنا بنعمل تجربه عشان يبقى يعني ايه، ما حدش يزهق. حابه اجرب ده معاكم. هدخل في التجربه على طول، مش تجربه يعني، هي وصفه. انا جبت تمر، ماشي، ونقعت شويه في ميه سخنه، لان دلوقتي الميه بردت يعني، بس عشان لما يتضرب في الخلاط يكون الموضوع سهل وبسيط. ندخل في الموضوع على طول. لو حاسه ان انت تايهه ومش لاقيه نفسك، اغلبنا كبنات بنعدي بالموضوع ده والله. اغلبنا كبنات، انا بكلمك عن تجربه شخصيه. كلنا، كل البنات بتمر بالمرحله دي، انها حاسه انها تايهه، مش عارفه هتعمل ايه، عايزه ايه، الدنيا لخبطه معاها قوي لغايه دلوقتي، مش عارفه توصل لطريقها، حياه واخدانا، بنخبط في اي حاجه. بس يعني الواحد مع الوقت اكتشف ان عشان يبدا يعرف هو عاوز ايه، لازم هتجربي كل حاجه. لازم 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 هتجربي كل حاجه لغايه ما تلاقي نفسك انت ايه اللي لقيتي نفسك فيه، ايه اللي انت شايفه نفسك، او اللي انت خلاص عرفتي انت ربنا خلقك لايه. فاهمين؟ قبل كل ده احنا لازم قوي علاقتنا بالله. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختارنا ان احنا نكون في الاماكن دي. اللي انا عايزه اقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقني، وهو ما خلقنيش كده. هو خلقني عشان ليا هدف. انا مطلوب مني ان انا اسعى، انا مطلوب مني ان انا اسعى واشوف. انا مش مطلوب مني النتيجه، انا مطلوب مني ان انا اسعى، اخبط على الباب ده واخبط على الباب ده واخبط على الباب ده لغايه ما الاقي نفسي انا فين. ومن خلال سعيي انا اكيد هلاقي الطريق بتاعي. والله انا بكلمكم وانا يعني نفس الكلام، بس يعني ايه، بنواسي بعض يعني، بنعرف بعض يعني. بس اللي انا عايزه اقوله ايه، خلينا بس نتكلم واحنا نشتغل. فين الخلاط؟ ثانيه واحده. اللي انا عايزه اقوله ايه، ان احنا نخلي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى قويه، ونجتهد ان احنا ندور على الطريق بتاعنا، وبعدها ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا طول ما احنا بنسعى. طبعا انتوا هتقولوا بعمل ايه، فلا انا فصصت التمر، ماشي، وحطيته في الخلاط. هعمل ايه تاني؟ هجيب كاكاو خام. انا الهدف من ده كله ان انا عايزه اعمل هوت شوكليت صحي كده يعني. عايزين نطلع من دايره السكر والحاجات دي، وعايزين نجرب الهوت شوكليت الصحي. احط بس شويه فانيليا، احط شويه كاكاو خام. هو انا بضرب ده، هو الطبيعي لو انا هعمل هوت شوكليت عادي بالسكر زي ما انتم عارفين، بيتحط كله كده في الكنكه او في الحاجه اللي هتعملي فيها، وتحطي على النار على طول. لاني انا هضرب بتمر، فبضرب الاول في الخلاط وبعد كده هغليه على النار عشان يبقى هوت شوكليت. ونحط شويه نشا، شويه نشا. طبعا المفروض ان احنا بنحط مكعب شوكولاته، اي نوع شوكولاته بنحبه، بس كده 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 سكر، مش عامله حسابي ان انا احط دارك، ما عنديش دارك. هنجيب الحليب، دي كوبايه حليب اهي. احط شويه قرفه، شويه زنجبيل باودر، ونشوف. نص معلقه قرفه وزنجبيل. نضرب بقى. اقول لكم على نصيحه، التمر لما تيجي تدقي يعني الفكره دي لو حابه انت تجربيها، التمر اهرسيه. لو عندك اللي هي ايد الهون دي، حاولي انت تجربيها، اهرسيها جدا، عشان انا باخد بالي لما بضرب التمر ما بيضربش كويس، فاضطر نصفي برضه زياده احتياط. انا ما عملتش كده، بس لو عجبتني وهكررها تاني اعمل الفكره دي. هصفي واعلقها على النار ونكمل. حطيتها في حله، انا بحب اعمل في حله طبعا، دي سلسله تجارب، بس انا بحب المطبخ. هعلق على النار وجايه. زي ما قلت لكم، عشان تبداي تعرفي الطريق بتاعك لازم تبقي عارفه ان انت فعلا مخلوقه لهدف، مخلوقه لهدف. انت ما اتخلقتيش كده. تستعيني بالله سبحانه وتعالى، بتقربي من ربنا جدا جدا جدا. اتجهي لله سبحانه وتعالى في بدايه سعيك، ان يا رب ساعدني، وفقني، انا مش عارفه انا عاوزه ايه، انا تايهه، انا ضايعه. وتبداي تحاولي، ابداي حاولي. وكلنا بنحاول. اول حاجه عرفتوا ان انت الاحساس اللي انت بتحسيه ده مش ضعف، ده بدايه وعي، بدايتك وعي بنفسك، ان انت بداتي تعرفي وتعي انت عاوزه ايه. اولى البدايات، اولى الطريق الصح، وعيك بالمشكله. نستعين بالله
التوفيق بايد ربنا سبحانه وتعالى. بنبدا نجرب نخبط على كل باب ونشوف. اي حاجه بقى زي ما قلت لك كده بتاخدي الخطوه. وده شكلها مش عارفه، ممكن ابقى اصورها كده صور عاديه. ادي التجربه خلصت، لسه هندوق بقى ما تبرد. تاني خطوه بقى ممكن انت تاخديها بعد اول خطوه، وهي ان انت تعترفي باللي انت حاسه بيه. ان انا بقى ابدا اخد خطوات صغيره، ابدا ادون كل افكاري في كراسه، ابدا ارتب يومي مثلا، او حتى ممكن انزل اتمشى شويه. الحاجات دي بتفرق شويه في النفسيه وبتحسن يومي وبتحسن كمان افكاري، يعني بتحسن ترتيبي للافكار، يعني بتخلي عندي هدوء واستقرار، فبالتالي هعرف ارتب افكاري صح. وبعدين اسالي نفسك بقى وايه اللي يهمني، يعني ايه الحاجه اللي انا هعملها هتحسسني براحه، ايه اللي بيديني طاقه، ايه اللي بيفرحني. يعني اوقات بسيطه زي دي بتخليكي تعرفي اولوياتك وتعرفي نفسك اكتر. ولازم تعرفي ان انت مش لازم تكوني كامله ومش لازم حياتك تمشي 100%. احنا بنسعى بس، وبنتعلم من غلطنا، نختبر حاجات جديده، بنجرب، بنشوف ايه اللي يمشي معايا ايه اللي ما يمشيش معايا. اللي عايزاكي تعرفيه ان ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا. كل خطوه صغيره بتقربنا ناحيه نفسنا الحقيقيه. واهم حاجه ادعمي نفسك دايما بالكلمات الايجابيه، دايما تقولي لنفسك انا قويه، انا اقدر اعمل، انا هحاول، انا قدها. كلامنا اللي جوانا هو اللي بينعكس على افعالنا. لازم ندرب نفسنا ان احنا نقول كلام كويس لينا، لنفسنا، لجوانا. كتير مننا بنقعد مثلا انا كذا انا كذا، تقعدي بقى تقولي نفسك كلام سلبي، تشتمي نفسك وهكذا. هقول لك برضو انا مش بعمل 100%، انا نفسي انا واياكم، احنا بنعمل مع بعض. فلازم دايما كلامنا الداخلي يكون كلام ايجابي. لازم ندرب عقلنا على حب وتقدير نفسنا. عايزاكي تفتكري ان انت مش لوحدك. خدي بس نفس عميق كده، سمي الله، وخدي خطوه صغيره، هتلاقي نفسك في الطريق ان شاء الله. وكلنا زي بعض، احنا هنا كلنا اسره مع بعضينا، بنحاول مع بعض، والله الموفق والمستعان. فاحنا طالعين نشجع بعض، نحمس بعض، ونشوف التجربه بتاعتي. تجربتي دي لسه سخنه، لسه سخنه، بس عشان انا عايزه اخلص بقى. حلوه بس كنت عايزه كمان تمر، يمكن لان انا بحب السكر. احنا هنظبط المقادير كم مره، يعني هي عايزه كم مره تتظبط كده، وبعدين نعرف المقادير الثابته. بس عموما الفكره، جبت تمر وضربته في الخلاط، طبعا سبته في ميه سخنه شويه، ضربته في الخلاط مع معلقه كبيره كاكاو خام، شويه نشا وشويه فانيليا وحليب، حطيت لهم شويه قرفه وشويه زنجبيل، وسبتهم. طبعا ضربتهم في الخلاط وصفيت. وقلت لك ان انت الاحسن عشان ما ينزلش كتل التمر تضربيهم بايد الهون احسن، اللي هو تطلعي خلاصه التمر كله، وبعد كده تحطيه في الخلاط كله مع بعضه. خلاط يضرب، حطي بقى في الحله بتاعتك، في الكنكه بتاعتك يغلوا، واشربي بقى احلى مشروب هوت شوكليت صحي. بس مبدئيا حلو، جربوا كده وشوفوا. بس ده كان فيديو النهارده من مطبخي المتواضع. السلام عليكم.